السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ملي كنتي صغير. ملي كنتي صغير البرنامج اللي كنصادفوا من خلاله نجوم تألقوا في جميع الفنون وفي مختلف الميادين، كنرجعوا معاهم للطفوله ديالهم، كنتقربوا من الاجواء اللي كبروا فيها ترباو فيها وعاشوا فيها، وكنعرفوا معاهم بزاف ديال المفاجآت. فمرحبا بكم في حلقه جديده، وكذلك كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. غادي نطلب منكم انكم ترحبوا معاي في هذه الحلقه هذه بالفنان ديالنا معايا الزهر اللي معايا في هذه الحلقه هذه، وعندي الزهر اللي معايا الزهر. غادي نطلب منكم ترحبوا بالفنان عبد الفتاح الغرباوي. السلام عليكم. انا بنك يا سالي ملكيه وعاشقك هاب لما كيف؟ أنا هو ده. بسم الله سيدي، هذا غادي تشرب منه كل ليله وتدفى من البرد مزيان. قربي لي غادي نهرس لك شعر. افتح الغرباوي ما ففتاح مرحبا بك. الله نهار كبير هذا. شكرا احنا بزاف. جد سعداء انك حاضر معنا في الحلقه هذه، الله يعطيك الخير. شكرا. وشكرا لقبولك الدعوه للبرنامج. بليزير. مرحبا. ففتاح، فاش سمعتي السميه ديال البرنامج ملي كنتي صغير، شنو اللي فكرتي فيه وشنو فكرتي في الصغر ديالك؟ كيف سمعتي السميه ديال البرنامج؟ واولا بعدا شكرا الاستضافه، وتبارك الله عليك على السميه ديال البرنامج. اللي كنتي صغير اي واحد فاش كيتفكر الصغر ديالو كيفرح بعدا، حيتاش الصغر كله كيدوز فيه البركه وفيه الحلاوه وفيه الضحك وفيه شي حوايج اللي زوينين. فاش سمعت العنوان جاني البالي غادي تضحك عليا مزيان. احنا غادي نقربوا المشاهدين الكرام من الاجواء اللي كبرتي فيها وتربيتي فيها. فالبرنامج كندوزو له بواحد الطريقه اللي هي انك غادي تختار كارطه من الكارطات اللي موجودين هنايا، وهما اللي غادي يكون فيهم السميه ديال الفقره اللي غادي نبداو فيها. ففقط هذه الكارطه هذه غادي نخليوها هي الاخيره، واللي غادي يكون عندك الحق انك واش تقلبها ولا لا. فغادي نبداو بهاد ثلاثه الكارطات، يمكن لك تختار كارطه واحده. انا ملي كنت صغير كانت امي كتقول لي خذ داكشي الوسطاني. وسط الحياه الفنيه، الحياه الفنيه، شنو الهوايات ديالك منين كنتي صغير؟ شنو كان عزيز عليك دير؟ كان كيعجبني الكره ديال القدم. كنت كنلعب مع ماس الله يرحمها مسكينه. بو كوراج ليها والله يسر ليها الامور، كنبغيو نفتخروا بها. فكنتي لاعب في الماس؟ كنت كنلعب في الماس الصغار يعني. المغرب الفاس. شنو كنت كتلعب؟ الهجوم، الدفاع؟ انا بديت كنحبس واخا قصاور وداك الشيء والجول ما كيبغيوش يكون هذا، ولكن كنت حارس مرمى. شحال بيت تماركا عليك؟ ما تماركاش عليا، دخلنا عليك. صافيت كنحبس. دخلنا اكتشفت بانني كنحبس. واحد النهار جا واحد الحارس داروا الاستاذ بن الحوجي، تحيه ليه من هذا المنبر، ودخلت انا لعبت في الدفاع، ولعبت في الدفاع مزيان. ولكن فين كنلعب مزيان وفين اكتشفوني مزيان 7 كنلعب رقم 7 جناب. من الكره بعيد بزاف على الميدان اللي تألقتي فيه واللي صبحتي نجم فيه، واللي هو ميدان التمثيل. فكيفاش هاد العلاقه هذه ما بين كره القدم والتمثيل؟ كنتي كتمثل في الماتشات؟ واش كنمثل في الماتش؟ انا الفن ما عمره ما تفارق معايا. قبل ما ندخل الكره وداك الشيء كنت كنضحك، كيعجبني نضحك، كيعجبني نتسطا، كيعجبني ندير النبايز وداك الشيء هذا. في الكره كنت راه مشكل في الكره. انا اصلا الشكل ديالي مستفز، اللي شافني كتجي الضحكه ما عرفتش علاش، واش فيا شي هيكل ماشي هو هذاك. مي الفن قبل من الكره كنت فاش كانوا كيعطيونا داك النموذج 13 اللي عقلتي عليه فيه الموهبه ديالك. كنت كندير فيه بهلوان، كان عزيز عليا بهلوان بزاف.
كنت ديما كنمشي لهذا الشيء ديال الفن، يا بهلوان يا ممثل، المهم كنت باغي نبان في التلفاز. هذا هو الهدف. عاودنا على اول تجربه عندك في ميدان التمثيل. اول مره كان في المستوى الدراسي الثالث في ديك الوقيته ديال عيد العرش والحفلات اللي كيديروا في عيد العرش وهذا. كان واحد الدري صديق ديالي اسمه محمد البوعاضي، كان هو كيمشي لدار الشباب وداك الشيء، ديك الساعات كتجيني دار الشباب، انا كيمشي لدار الشباب كتجيني دار الشباب شي حاجه في شكل، كان الحلم ديالي غير ندخل لدار الشباب عاوتاني. وكان كي هذا وجا ديك الوقيته ديال عيد العرش، وقال لي نخدموا شي حاجه ديروها، وخدمنا انا وواحد الدري صديق ديالي سميتو يوسف الشاطر، درنا واحد سكيتش على الاذاعه والراديو وداك الشيء. المهم داك الشيء عالم مازال عاقل على هذا السكيتش هذا؟ ماشي بزاف. المهم كيجي واحد عنده راديو خاسر، عطيني شي حاجه بسيطه من هذا السكيتش اللي درتيه في الثالث. مازال صغير بزاف، عطيني طريف لا مازال عاقل عليه. فهو لا واحد الحوار اللي كنت باقي عاقل عليه، كان كيبغي يبيع الراديو لواحد السيد، وداك الراديو خاسر، وكيستعان بجوج ديال الدراري ممثلين مورا، باش كيقول لي ها انت اسمع راه خدام، كيوريك على ديك البوطونه كيخرج واحد فينا. انا كنت كندير واحد الاشهار، كنت كنقول لهم انا كندور احسن مقاومه بالحليب، انا تسقى بالحليب تكون جاهزه صافي. والناس كانت كتضحكهم هذه ما عرفتش علاش. سي فتاح، فاش كنتي صغير الممثل اللي كنتي كتشوف كراش داك الفتره وانت في الثالثه اعدادي؟ في ديك الساعات كان عندي الحلم هو انني نكون مع شي ممثل. ما كانش عندي بحال دابا لي ديتاي هذا ممثل واعر، هذا كان مزيان، هذا ما انا بغيت نكون بحال. كان ديك الساعات اي فنان كيبان في الاذاعه كيعجبني انني نشوف فيه داك الفرح. فاش كنبدا نشوف فيه تنقول يا سعداء صاب كنا انا نكون. ولكن كانوا بزاف. كان ديك الساعات كان عبد القادر مطاع مع كان ما كيحيدش، وتحيه للفنان عبد القادر مطاع والله يشافيه، كان البسطاوي. شنو الرسوم اللي اخي فتاح كنتي تقد تهرب من المدرسه وتمشي تفرج له، ما تسمح في العائله غادي للعرس ولا شي حاجه تمشي ديك الرسوم ما خصكش تضيعوا بتاتا، خصك تفرج داك الرسوم وربيك بيه. وما بزاف ديال الرسومات. عطيني واحد. كابتن ماجد. كابتن ماجد مدور كوايري بطبيعه الحال كوايري تفرج كابتن ماجد. تقد تعطيني شي حاجه ديال كابتن ماجد؟ المهم هو معروف كيبقى هاز رجليه، فهمتي؟ قاز رجليه حتى الاثنين عاد كيهطا. كدوز الحلقه الاولى والحلقه الثانيه والكره مازال في الوسط ومازال مقبل. وما فهمتني واحد القضيه، كان كيضرب كره للجول ولكن الكره كتبان لك الفوق، فهمتيني؟ كيضربها للفوق. هذه متى ما كانتش ديك الساعه ما كنتش كنركز معها. فالحياه الفنيه قبل ما نختموها قلتي الثالث بديتي في دار الشباب في المدرسه في الرادي السلاوي، في الاحتراف كممثل محترف. عاود لي على اول سبب اللي يسمح لك انك تدخل الميدان التمثيل الاحترافي. هو السبب كما كيعرفوا الناس هو برنامج كوميديا اللي كنت دزت فيه حتى الكاستينغ الثالث، عاد دزت 2010 حيت كنت شاركت العام الاول والعام الثاني وما جاوش الله. العام الثالث هو اللي مشيت ما مسوقش اصلا، وضحكوا حاجه فاش ما كتعطيهاش واحد الاهتمام بزاف ديك الساعات كتعطيك. هذا هو الميساج ديال الدنيا. فندوزو للكارطه الاخرى. فهاد الكارطه اللي تبقى هي الاخيره، فعندك جوج الكارطات، اختار الكارطه اللي عجبتك. هاك الله الله لا سي فتاح الحياه الغراميه. ايش فتاح، اول حب في حياتك شحال كان في عمرك؟ اول حب في حياتي شحال كان في عمري؟ كان في عمري كيحسب الرابع. نقول كان في عمري شي 12 عام.
12 عام 12 عام ولا 11 عام المهم ما عرفتش بالضبط. كنتي في المستوى الرابع اه في ذاك السن ديال الرابع وانت مازال في الابتدائي. آه. شنو كان الحب بالنسبه لك في ذاك الساعات؟ الحب ديك الساعات بحال كتبغي امك. هذيك الوقيته الصغر بحال كتبغي امك تتبغيها حيت تتبتسم حيت تتحرك قدامك حيت ماشي حيت القرايه هي الاولى في القصه. لا بالعكس هذه كانت هي اللي كانت كتقوت لي اللور كانت كتجلس في القسم الاخر كاع. شنو كانت فريسه الاحلام ديالك في ذاك الوقت؟ فريسه الاحلام ديالي كنت انا كنتخيلها ماشي انا بغيت نعرف كيفاش كنتي كتخيل. كنتخيلها كذا مع بحكم انا كنتفرجوا في الرسوم انا كيعجبوني السمر وحتى البوي وإلا كانوا شي وحده قهوه حليب ما عنديش مشكل. المهم ديك الساعه كان كيعجبني كل ما هو سمامر كل ما هو عربي. المهم انا هذا لو جونغ مازال دابا زوينه لو جونغ يا مازال دابا عندك نفس الاختيار ديال فريسه الاحلام؟ لا ما يمكنش. شنو هي فريسه الاحلام دابا ديال فتاح وانا كبير وانت هاك؟ انا دابا نكذب عليك كيعجبني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في احسن صوره واحسن ثقافه يكون فيها بزاف ديال الحوايج ابار الزين. واخا ملي كنتي صغير فهذه هي الحب الوحيد اللي كان عندك ولا كانوا واحد اخرين؟ بعد ما كملتلكش حنا كان في ذاك الوقيته كان واحد الحب فيه واحد الرشوه ولكن واحد الرشوه كتضحك فهمتي بحال دابا البنت عارف لي دوبل في كل ما تجي لي دوبل في كل ما فهمتيني. ما انا كنت كنجيب الالوان كنت كنجيب دوبل في غوز الحمر كذا هذه. فاش كنت كنوقع لي معها شي مشكل ولا شي حاجه كنعطي لواحد البنت وحده اخرى كتقول لي الدوبل في داك الشيء كنبقى نعطيها الدوبل في كيعجبوها صافي كنولي كنبغيها. انا داك الشيء غريب ما انا براسي فاش كنراجع راسي كنلقى راسي كنت كنفرتت دوبل في دوبل في شو الرشوه سبحان الله العظيم ديال الصغر كذا. البنات كانوا ماديات ماشي ماديات دوبل فيات. خطيره هذه القضيه هذه دوبل في ولكن الحاجه الزوينه من داك الشيء هو ما كنتيش كتفكر في شي حوايج اللي كبار بزاف ولا بنت كيفاش غنشوفها كيفاش غنهضر معاها ها علاش تعرفت عليها. كان ديك الساعات كتفرح وصافي كتبغي حتى انت تجي تهضر معاك بنت. شي وحده من البعيد كنتي كتشوفها وكتبغيها وانت صغير وما عمرك قديتي تمشي تهضر معاها ولا كنتي كتحشم منها؟ كنت كنحشم منها. ما وقعت لكش هاد القضيه هذه في الصغر ديالك؟ لا كانت واحد البنت ولكن كنت انتقلت انا مشيت للمدرسه واحده اخرى فهمتيني احترفت. مشيت لواحد البلاصه اللي فيها تقريبا غير البنات مدرسه تكون مسالمه للبنات. كنا حنا 8 الدراري في وسط سير النساء. وواحد البنت كانت كتعرف واحد الدري واحد اخر هذه الخامس كانت كتعرف هي كتبغي واحد الدري واحد اخر ولكن انا كنبغيهم في البعيد بجوج فهمتيني كنبغيهم يكونوا بجوج ولكن انا في الوقت كنقول كراش زعما نكون انا في بلاصتو وداكشي لدرجه باش كانوا كيدابزوا لي شي حاجه انا كنعطيه تنقول ليه كذا وهادي داكشي تلتبجغيط وصافي. فشنو تبغي تقول لنا على هاد الباب هادي قبل ما نسدو؟ هاد الباب هادي راه خاصها تسد. هاد الباب هادي زوينه رجعتني لواحد الوقيته زوينه لواحد الحويجات بصح راه حسيت بواحد الحويجات زوينين. فغادي ندوزو للكارطه الثالثه. اش جاي انا فكارطات هذه تكون الحياه الزوجيه العائليه. الحياه العائليه شمن مرتبه واخد خوتك واش الكبير ولا الصغير؟ انا كبر من الصغير. انت كبر من الصغير وماشي انت الكبير؟ لا ماشي. شحال عندك خوت بنات ولا بنات ولاد 7 بنت وحده. تحيه للخوت نعيمه وفؤاد محمد ياسين محب عبد العالي تحيه لكم كاملين.
العائله الغرباوي كاملين. هذاك فتاح، بغيتك تقربني من الجو العائله اللي كبرتي فيها وتربيتي فيها. العائله ديالي انا بحال شي كورميطراج، فهمتيني؟ تقدر تعيش معنا ما تفهم حتى لعبه غتفهم والو. المهم خاصك انت تخدم دماغك وتبدا تفهم راسك. العائله ديالنا انا كنت شي واحد الوقيته كنقول ما يمكنش انا نكون طلع طالع كندير هادشي ديال الفن والمسرح وداك الشيء، ولكن حتى شي واحد في العائله ما فيه شي نمشي للفن. ولكن مع الوقت المخابرات ديالي وداك الشيء هذا بديت كنكتشف الوالد شحال هادي كان كيدير واحد الاله موسيقيه، كان كيدير الطبل، وواحد الايام بقيت كنجلس معاه وداك الشيء هذا لقيتو حتى هو كيلوح النويطات وداك الشيء الكاك وهذا. ساعات ما عرفتش انا لا كاك ولا شنو هذا الشيء هذا. المهم عائلتي بخير، الوالد الله يسهل عليك الله يخليها لك. الوالد عندي شويه ناشف صريح ومنطقي، واستفدت منه بزاف ديال الحوايج. بطبيعه الحال اغلبيه الاباء كيكونوا معقولين ونيشان، والامهات هما اللي كيكونوا ظريفات وحنانين على ولادهم. فالصغر ديالك فتاح خدمتي شي خدمه في الصغر ديالك؟ انت انا باي زيد تصدق تجبد لي شي لعيبات. انا قريت حتى الثامن اعدادي، وما انا كنت باغي نسالي القرايه كلها، طلعت لك في راسك؟ لا كنت باغي نساليها، وصلت لعند داك الساد التالي 16 الاخر. انا كيعجبني القرا، نص كيعجبني القرا باش حيتاش واحد الوقيته هضرت مع واحد الممثل وقال لي خاصك تقرا، اللي هو سيدي محمد البسطاوي الله يرحمه والله يوسع عليه. كان جا ضيف في واحد الفيستيفال هنا في فاس وتلاقيتو وهضرت معاه وداك الشيء، وقلت ليه راه بغيت ندير التمثيل وهذا قال لي شوف ولدي خاصك تمشي تقرا مزيان. قال لي الفن ما كيتعطلش. قال لي فوقاش ما ساليتي قرايتك تلتحق بالفن قال لي يمكن لك تولي بشهور حتى دير 80 عام. وكنقول ليه الله يرحمك الله يوسع عليك وشكرا بزاف. وهاد الهضره هذه واخا ما قريتش مشيت درتها. نسيت توقفتي في الثامن اعدادي، وكنا رحنا لواحد البلاصه بعيده من الدار. وانا كان كيعجبني نقرا في هذيك المدرسه اللي هي سيدي جواد السقلي، اعدادي سيدي جواد السقلي، وصحابي تما وكيعجبني. ما بغيتش ننتقل لحدا الدار، فبقيت كنهبط من بن سوده، وتحيه للناس ديال بن سوده حتى الجواد السقلي اللي كانت حدا مستشفى الامراض العقليه. عييت واحد الوقيته وبقيت كدا هذا صافي وليت جلست ويخرج لي خويا من هنايا بحال داك الشيطان باش يقول لي علاش ما تخدمش، علاش اللي ما ديرش صافي هيمن عليا. خدمت، مشيت كنخدم في داكشي ديال خدمت في الذهب والنقره، داكشي ديال الخواتم والدمالج والسناسل وهذا. ما كنتش باغي، ما باغيش نخدم. انا بغيت نقرا وبغيت نخدم شي حاجه اللي كنرتاح فيها اللي هي الفن. مشيت خدمت. كان ديما كتجيني ديك القضيه ديال خصني نرجع نقرا، خاصني هذه صافي. ملي كنخدم تفاهمت معاه، قلت لي على انني راه غادي نخدم معاك ولكن غنبقى نمشي لدار الشباب. غنبقى نمشي لدار الشباب، وفي نفس الوقت كنمشي لدار الشباب وكنقرا وكنقرا كتب وكنقرا. صافي من هنا بدات تقريبا الخدمه ديال الفن عندي. وعلى ذكر القرايه مرتاح في المدرسه كيف كان؟ واش كنتي من الناس اللي معقولين وكيقراو وما يعليش عينه في الاستاذ، ولا كنتي فروح؟ انا وجهي كيشرب، فهمتيني؟ وجهي ديك الوقيته كنت هذاك التلميذ اللي كيزرف صاحبه وهو اللي يدير المشكل، ولكن صاحبه اللي واكل العصا. انا هذاك واقع عقل. لا في الاعدادي هاك فاش تنقول الاعدادي راك عارف كتدخل كتبغي دير المشاكل زعما كبرتي. واحد الاستاذه اللي تلاقيتها عاد الاستاذه ديال اللغه العربيه، كانت واحد النهار خرجات للبالكون من القسم، وواحد البنت سميتها المهم كنيتها الصفصافي، السميه ديالها مشات ليا الصفصافي. ودابا هي كانت انا جالس في هذا الصف وهي جالسه في هذا الصف هذا، حنا بجوج بينها
شنو هاد وانا المهم رشقات ليا هذه القضيه اللي كنعاود لك هي اللي حصلت فيها اول مره كنحصل. مشيت حنيت لها حدا راسها، بقيت كنضرب لها في الطاوله ديالها وكنقول لها في صفيه ولا لقيت ريال ديتي انتيا، بقيت كنعاود المهم تفرشيخ وصافي. بقيت كنقول هكاك درت هكا ولا نلقى الساده حدايا ديال العربيه، بقيت كنشوف فيها وقلت كبتها مع دماغي، قلت كبتها وحصلت يس صافي ولقيت ريال حتى هي. قلت هنا الساده بدات كضحك بوحديتها وداك الشيء هذا، ما ضرباتنيش. المهم تعاملات، عرفاتني بانني حصلت وحشمت ودخلت في وسط من لا يبان. ولكن بالنسبه للسؤال ديالك كنت كنت على حسب فاش كيقربوا الامتحانات وداك الشيء هذا كتولي فيها واحد الجديه واحد ولكن فاش كنكون شويه ديال الحماق والتزاوق والدراري ديما مجموعين بيا وانا كنطبل في الكلاس. عمر وقع لك شي مشكل مع شي استاذ ولا استاذ؟ لا وقع لي مع الاستاذ ديال الرياضه في الاعدادي النيت. قال لي شي حاجه ما بقيتش عاقل عليها وكذا وهزيت عليه يدي. واحد الاستاذ تبارك الله شي قداش فريخ معروف، هو اصلا لا راجل كبير وهو اونترينور ديال الريغبي ما شاء الله تبارك الله. هزيت عليه مليح ديتي تهزيت وهزيت ماك عارف حتى الاعدادي كيخليك زعما تشنت. كان غيقرضني عطاني بواحد الركله كان يضيع عليا رجليا. صافي الوالد جا وداك الشيء وهذا المهم كبرات القضيه. قال لك داومت هذا كنت غادي نخرج من المدرسه، ولكن في الاخر رغيب المزاوقه وعطاني الوالد واحد الدرس وداك الشيء باش ما خاصنيش كنعتذر للاستاذ من هنايا استاذ فريخ اسمح لي على السميه. المهم هو كان اونترينور ديال الريغبي في هذيك الوقيته، كنقول ليه اسمح لي وديك الركله ديالك راه علمتني بزاف ديال الحوايج. سي فتاح ندوزو للكارطه الاخيره، ولكن كيبقى لك الاختيار واش تقلبها ولا لا. فلا قلبتيها غادي تكون متحمل المسؤوليه ديالها، وهي مرتبطه بهاد الثلاثه ديال الكارطات اللي قبل. ما كنتيش باغي تقلبها وما باغيش تعرف شنو فيها، يمكن لك ما تقلبهاش، فراك الحريه. بحال دابا باش نقلبها نقدر نتعايب انا وياك ولا لا سير الله ما عنديش مشكل فتفضل. الله طاحت الباب ديال الاعتراف. غادي تعترف في برنامج ملي كنتي صغير وامام المشاهدين على شي حوايج وقعوا في كلا الحياه الفنيه، الحياه الغراميه وكذلك الحياه العائليه. الحوايج اللي وقعوا فيهم ويمكن نادم اللي درتيهم ولا نادم اللي ما عرفتيش تتصرف فيهم ولا نادم اللي وقعوا لك. فغادي تعترف حنا ودابا نخليوهاش للغدا زعما واش اللي نادم عليه. فنبداو بالحياه العائليه. الحياه العائليه غادي نقول لك هو على الدراسه ما كانش عليا، كان عليا ننتقل ونمشي نقرا في هذيك المدرسه الاخرى، وحيتاش عائلتي ما كانتش باغاني انني نخرج من القرايه، كانوا بغاوني نكمل. الحاجه الوحيده هو انني بحال تقول عصيتهم، ما بغيتش نسمح في حقي، بغيت ناخذ واحد الهذا ولكن ماشي لصالحي، والكلام ديالهم كان على حق. الحياه الغراميه شي وحده كانت كتبغيك وسمحتي فيها؟ لا شي وحده كنتي كتبغيها وندمتي اللي ما مشيتيش هضرتي معاها؟ واحد البنت كنت بهذه القضيه اللي قلتي بصح كان عليا نمشي عندها ونقول لها داك الشيء ومن بعد ترفضها ولا تبغي، ما كاينش مشكل. ندمت اللي ما مشيتش دويت معاها، حيت ديك الساعات كنت حشومي في هذا الشيء ديال الغراميات، ولا كنقدش نقدر نمشي ونبقى نبكي في الدار وهذا، ولكن ما نقدش نمشي. دابا لا شفتيها قبالك تمشي دابا وليت جلاخه جلاخه. لا بالعكس كنحترمها وكنتمنى تكون بخير، كيعجبني الحال فاش كتلقى صحابي اللي قريت معاهم وتلقاهم زوينين، تلقى لا تيدير لا بليا ولا هادي تعجبني الحال. المهم كنقول تحيه للاصدقاء ديالي اللي قراو معايا في التحضير وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع وفي الخامس وفي السادس وفي السابع وفي الثامن، كنقول لهم شكرا بزاف
نتوما درتوا لي لومبيونس في الدنيا، خليتوني كنعيش معكم واحد الوقيته فاش كنكون جالس بوحدي سارح. بقات اخر باب الفنيه، الحياه الفنيه، يمكن لك تقول كاع على حتى في الكبر ديالك الحياه الفنيه شنو هما الحوايج اللي درتيهم ونادم عليهم؟ هذا هو المشكل، هو انني الحمد لله ما درت حتى شي حاجه اللي ندمت عليها. هو كان عندي واحد الندم على التفكير ديالي كان غلط. انا كنت فاهم الفن بواحد المنطق وواحد اخر ديالي، حيت انا كنت كنتفرج في غالب الاحيان كنت كنتفرج في افلام ديال برا، وكنشوف الستار كيفاش كيتعامل، كيفاش كيدوي مع الناس، كيفاش كيهضر، هو القيمه ديالو كيفاش دايره. احنا هنا في المغرب ماشي هو داك الشيء بتاتا. هنا ممكن انا كنت عايش في واحد الوهم ديال الارتيست بشكل كنت غلط. هذا هو الندم، هو انني التفكير ديالي خلاني مشى لي واحد، خلاني نتشبت بواحد كنطبق واحد الفن على بلادي انا، فهمتيني. ولكن كنحترم الفن ديال المغرب، حيت حنا عاوتاني واحد النوع اخر، حنا مغاربه. فهمتي، حنا واحد البلاصه سميتها المغرب، يعني غيكون فنان ديال المغرب، مغني ديال المغرب، حنا دماغنا هكا. شكرا لك بزاف. الله يخطيك سي فتاح الغرباوي، نهار كبير هذا وحنا فرحانين انك ضيف حلقات برنامج ملي كنتي صغير، فغادي نطلب منك انك تعطي نصيحه لكاع الاطفال والشباب كذلك اللي باغيين يلتحقوا بميدان التمثيل، فشنو تنصحهم لك الكلمات سي فتاح؟ فهاد الكاميرا هادي اش غادي نقول لهم؟ انا مازال بحالكم في الفن، انا مازال واحد الدراري صغير في العالم ديال الفن، انا راسي مازال كنستافد. ولكن انا نحاول نقول لكم هذاك الشيء اللي كنديرو انا، هو فاش كنمشي لشي ايكول ولا شي حاجه ديال المسرح ولا الفن، هو كنحترم هذاك الاستاذ اللي كيعطيني هذاك الشيء. يكون هذاك الاستاذ يعلم الله شنو من صفه فيه خايبه او لا هذا، ولكن نحترموا على داك الشيء اللي كيعطيني، وناخذ الحوايج اللي غترضيني مع الجمهور كامل. يعني الجمهور كامل كيفاش داير، باش نعطي واحد الجمهور داير فيه كله، فيه اب وفيه ام، فيه ذكر وفيه انثى. ومن الاحسن ان الدري الصغير يتخيل هذاك الجمهور كامل باه وامه، يعني يحاول يحترم الجمهور ديالو ويقرا يحاول ما امكن يقرا اي حاجه يلقاها تكون خايبه ولا زوينه، يقرا يعرف الخايب ويعرف الزوين. شنو اخر؟ هو ما يكونش كيسول، ينوض يخدم، يتعاون، يكون عنده هذا هو بيد شي شويش، خصو يكون قلبه زوين باش ربي هو اللي كييسر لك. حيت فاش كتدخل لهاد الدومين كاين واحد الحزازات وواحد المشاكل وواحد كذا، ولكن مع ذلك هو اللي الا بغاك تكون مزيان هو الله سبحانه وتعالى كييسر لك في شي حوايج اللي دوك الحزازات ودوك هذا ما يقدروش يوقفوا قدام الله سبحانه وتعالى. يعني يكون كيبغي الله، يكون كيبغي والديه بزاف، ويكون فرحان، هو من الداخل يكون فرحان، حيتاش هاد الدنيا راه من الى ما يحاولش انه يدير واحد الحلم في الفن ويبقى عايش فيه، ينسى بان هادشي راه يتسالى. ونتمنى هادشي يكون زوين، وكنقول لهم بون كوراج. شكرا بزاف. شكرا بزاف سي فتاح.